السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهارده في حلقة جديدة مع عبد الله. عندي حاجة حلوة قوي قريت عنها بقالي فترة، حاجة كويسة جدا وجديدة وغريبة ومختلفة. تخيل لو انت نفسك تعيش لحد 150 سنة. طبعا رقم كبير جدا على اللي بيحصل في الايام دي. او بلاش 150 سنة، 70 سنة. بس هل انت تقدر توصل للرقم ده وانت بصحتك الكاملة ولا لا؟ ده السؤال اللي ناس كتير بتطرحه. يعني متوسط الاعمار دلوقتي في العالم نقول لحد مثلا 60 70 سنة، لكن احنا بنتكلم دلوقتي لرقم 150 سنة او 100 سنة، فما شاء الله حاجة كبيرة جدا. فلو انت عايز تعيش من 150 او 100 سنة ل 170 سنة حتى على الاقل، وتكون صحتك كويسة، طبعا الاعمار بيد الله. احنا ما بنقولش كده ان انت يعني هتعيشهم، لا، احنا بنقول ازاي تقدر توصل لان انت تحقق رقم وانت عايش حياة بطريقة صحية وحاسس بقوتك وحاسس بصحتك لآخر عمرك. النهاردة عندنا ثقافة جديدة، ثقافة غذائية مختلفة، ثقافة أثارت إعجاب ناس كتير في كل أنحاء العالم، وأثارت فضولهم. يعني بدأت تروح لهم سياحة، وبدأ يروح لهم دكاترة، وبدأ يروح لهم أنماط كتير من المجتمع عشان تشوف مين دول. النهاردة بقى أحكي لك حكايتهم. دول قبيلة الهوانزا. قبيلة الهوانزا قويل كتير بتقول إن هم كانوا من أيام الإسكندر الأكبر، عبارة عن حملة أو جزء أو فيصل من الجنود بتوعه ضلوا الطريق وسكنوا في وادي في باكستان، وسموا الوادي ده اصلا القبيله الهوانزا دول سموا الوادي اسمه وادي الخالدين، من كتر ما هم بيعيشوا ما شاء الله كتير وما عندهمش امراض وما عندهمش اي حاجه. دي من الحاجات اللي سمعتها. هم عايشين في شمال باكستان، والقبيله نفسها تلاقيهم يعني هم انماط مختلفه من البشر، شكلهم غريب شويه عن الصينيين وعن الباكستانيين، تحس ان هم ميكس كده شويه، بس برضو قريبين منهم كتير. هم على فكرة قبيلة مسلمة وبيتبعوا المنهج أو النهج الإسماعيلي. الأميز بقى في القبيلة دي حاجة لفتت نظري جدا. بيقولك إن الستات هناك بتقدر تنجب لحد 70 سنة. يعني أنت تخيل واحدة ست عمرها 70 سنة بتقدر تحمل وتخلف وهي عندها 70 سنة وبكامل صحتها ولياقتها. فدي حاجة من المفارقات اللي خلتني أبقى مركز. وإحنا عيني بقى في الدول الغربية والدول دلوقتي في الشرق الأوسط، البنات بيروحوا يعملوا تجميد بويضات علشان اتأخروا في سن الجواز ولا حاجة. فالموضوع برضو ملفت جدا للنظر. المهم ما علينا، إن هم بيقولوا عليهم قاهرون الأمراض، وخصوصا مرض السرطان. الناس دي ما بيجيلهاش سرطان. الناس دي كل الافراد اللي في المجتمع بتوعهم فعلا بعدد سكانهم ما فيش واحد فيهم مسجل ان هو عنده مرض سرطان، وزيرو جرائم كمان فوق ده كله، ان هم زيرو جرائم زيرو امراض. الناس دي ما عندهاش فعلا امراض العصر، اللي هو بقى ما عندهاش كوليسترول، ما عندهاش ضغط، ما عندهاش سكر، ما عندهاش ستريس زينا. يعني بص، حاجة تانية تماما، كأنهم عايشين في عالم وكوكب آخر غيرنا. يمكن الحاجات اللي اتسجلت وقالت ان هم يعني عندهم مرض تقريبا، ان هو مرض بيصيب العين. بس علشان يعني لما قريت شويه بيقول ان الناس دي عندهم مرض يصيب العين بسبب ان هم بيطبخوا بالطرق القديمه، لان الناس دي يعني ما وصلش ليها تكنولوجي لحد دلوقتي، وان هم بيطبخوا بنفس الطرق القديمه. يعني كانك بتعمل مثلا اكل على الحطب والدخان ده بيطلع فبيأثر على عينيهم. دي الحاجات المتسجله ان هي بتمرضهم او بتتعبهم. اعجابي الاكبر بالقبيله دي لما قريت عنها هو ان انت بتفضل شباب لفترة كبيرة. يعني المقارنات بين حد شاب بمجهوده وشكله في سن واحد مثلا كبير في السن، هو سن واحد مثلا 30 سنة في العصر بتاعنا دلوقتي. الاعجاب الاكبر بالقبيلة دي ان السن عندهم مجرد رقم، وسر شبابهم طبعا اكيد يعني هقول لكم عليه. سر شبابهم هو النظام الغذائي.
الاكل اللي احنا بنقول عليه ان الاكل ده يا جماعه من الحاجات اللي بتاثر كتير جدا جدا على حياتك وعلى شكلك وعلى كل حاجه انت بتعملها في يومك. بخلاف النظام الغذائي، وفي رايي الشخصي ان الناس دي عايشين حياه طبيعيه جدا، يعني ما عندهمش مجال كهرومغناطيسي، ما عندهمش كهرباء، ما عندهمش عربيات، ما عندهمش اي حاجه. الناس دي عايشه في الجو كده اللي ربنا خلقه من قديم الازل، في مكان طبيعي بميه طبيعيه بتنزل من الجبال من فوق، في اماكن يقدروا يستخدموا منها الميه ويشربوها. يعني بص، ما فيش اي حاجه، حتى الراعي عندهم على الطبيعه، الزرع كله حاجات طبيعيه، يعني كل المحاصيل كل المنتجات اي شيء هو من الطبيعه. بيبذلوا مجهود ضخم جدا في حياتهم اليوميه، لان ما عندهمش كل حاجه، ما عندهمش تكنولوجي، كل حاجه هاند كرافت، كل حاجه بتتعمل بالايد، كل حاجه فيها مجهود كبير، بيمشوا مسافات ضخمه. يعني تخيل انت حياتك كده وماشي بالطريقه دي. الناس دي نظام اكلها كمان اللي قريته عنهم ان هم بياكلوا وجبتين بس في اليوم، وجبتين في اليوم. يعني احنا كل العالم الحديث دلوقتي بيقول ان احنا بنعمل الصيام المتقطع، وان الصيام المتقطع ده حاجه هيلثي جدا. هم بقى ما شاء الله بيعملوه من قديم الازل لوحديهم. نرجع تاني لنقطتنا، نظام الاكل. نظام الاكل عندهم همسكه لكم كده من اول الاطفال. الناس دي بترضع الاطفال لعمر 3 سنين. يعني يا جماعة ركزوا ان هما بيرضعوا الاطفال من يوم لحد 3 سنين رضاعة طبيعية. يعني كل الامهات اللي بتتفرج وكل الناس والشابات الجداد اللي بيتفرجوا، الرضاعة الطبيعية هي اللي بتخلق شخص صحي، جسمه بنيانه قوي، مناعته قوية، صحته قوية. ده اللي احنا بنتكلم فيه وبننادي فيه، لان اي حاجة مهما كانت هي مصنعة لا يمكن هتيجي زي الحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى. فياريت نرجع للطبيعة تاني ونرجع للحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان، لان هو ده اصل الاشياء اللي احنا مفروض نستخدمها ومفروض ان احنا نمشي عليها في اللايف ستايل بتاعتنا. نيجي بقى لنظام التغذية الخاصة بالكبار. اول عنصر هتلاقيه موجود عند الناس دي في نظام التغذية بتاعهم هو المكسرات. من الحاجات اللي احنا عارفين طبعا انها very healthy ومفيدة جدا جدا، غنية بالمعادن، غنية بالدهون المفيدة، غنية بالكوليسترول النافع مقابل الضار، فيها طاقة، فيها كل حاجة، مضادات أكسدة جامدة جدا. فكل ده احنا بنتكلم وبننادي بيه ونقول المكسرات يا جماعة من الحاجات المهمة. أنا عارف طبعا المكسرات متبقاش في متناول كل الناس، ولكن في بدايل دايما لكل حاجة احنا بنتكلم عليها. مش شرط ان انت تاكل مكسرات كل يوم، ومش شرط ان انت نظامك الغذائي يبقى في كميات كبيرة منها، لا، كل منها معقول، او حتى استبدلها بحاجات تانية. فهنعمل حلقة تانية ان شاء الله برضو نتكلم عن بدائل المكسرات وممكن تستفيد منها ازاي. تاني حاجة في النظام الغذائي بتاعهم هو المشمش. المشمش يا جماعة المجفف، زي اللي احنا بنجيبه رمضان، يا مش رمضان، المشمش المجفف. وده بيجففوه منه كميات كبيرة وبياكلوا منه طبعا طازة، والتين والحاجات دي. يعني هم بيركزوا قوي، بس اكتر حاجة بشوفها عندهم بكميات كبيرة المشمش. المشمش من الحاجات الغنية جدا بالاملاح والمعادن والفيتامينز ومضادات الاكسدة. طبعا بيستخدموه من غير سكر. الناس دي لا بتاكل سكر ولا بتاكل ملح، ممنوع تماما. هم بياكلوا حاجه من الطبيعه رأسا كده، زي ما هي على طبيعتها، ما بيستخدموش فيها اي حاجه اضافيه، هم بيعملوها كده. المشمش المجفف، العصير بتاع المشمش، اكل المشمش الطازه، بياكلوا كميات كبيره من الفواكه والخضروات اللي هم بيعملوها. الحاجه اللي استوقفتني برضو ان كنت قريت بحث وفيديو كان بيتكلم عن المشمش وقدرته على محاربة الخلايا السرطانية. ودي حاجة من الحاجات اللي كانت شغلاني الفترة اللي فاتت بقرا عليها كتير. وبرضه هعمل لكم حلقة عنها وعن المشمش وبذور المشمش بالذات، لأن أنا سمعت الناس دي بتاكل المشمش وبذر المشمش نفسه. فطبعا دي حاجة من الحاجات أكيد هنقف عندها ونركز فيها ونحللها. وهقول لكم أنا في المصادر في حلقة تانية إن إحنا ممكن نعمل حلقة عن المشمش حتى لوحده. طبعا هتقولوا لي فين البروتين؟ أكيد البروتين موجود. الناس دي بتاكل برجر وبتاكل فرايد تشيكن وبتاكل جبنه سايحه كده بقى فاهمين الحاجات دي اللي احنا بناكلها في سودي؟ لا طبعا، الناس دي ما بتاكلش الكلام ده خالص ولا دخل عندهم. الناس دي بتاكل بروتينات بتاعتهم بالاخص. اكتر حاجه بياكلوها هو بروتينات
اللبن اللي جاي من الألبان، يعني جبنة، لبن، زبادي، كل المشتقات دي من كده. والدهون بتاعتهم بتيجي برضو من الألبان والمشتقات بتاعتها، وفي نفس الوقت بتيجي من المكسرات، يعني زيوت اللوز، زيوت الحاجات دي كلها برضو هم بيستخدموها دايما. وكمان طبعا اكيد ما بقولكش هو ده بس اللي بياكلوه، لا طبعا اكيد بياكلوا لحوم وبياكلوا دجاج، بس بياكلوها بطريقه قليله لان مش متوفر بكميات كبيره، فبياكلوها اقل حاجه. عندهم كده وجبه سبيشال كده، شفتها في فيديو في فلوج كان معمول بتاع حد يوتيوبر مشهور، كان بياكل اكله شبه شويه الحواوشي بتاعنا المصري كده، كان عجين. وهقول لكم هم برضو بيستخدموا عجين عامل ازاي. يعني بيستخدموا الشعير. يعني شفت دوكيومنتري بيتكلم عن الشعير ان هم ما بيرضوش ياكلوا اي حاجه تانية غير دقيق الشعير، وبياكلوا ساعات قمح بس يكون يعني خلي بالكم الحاجات اللي بكلمكم فيها دي غير معدله وراثيا، حاجات طبيعيه بالكامل، ده قصه تانية خالص. فدي معظم الحاجات اللي بيستخدموها او بيخبزوا بيها، وغالبا مش كتير برضو، بتكون قليله جدا وفي حدود قليله جدا. ده بالنسبه لثالث مصدر من مصادر الاكل اللي انا بقول لكم عليها بالنسبه للكبار عندهم. دي كل مصادر التغذية بتاعتهم اللي بيستخدموها في حياتهم اليومية، اللي أثارت إعجاب واندهاش كل دكاترة العالم في إن الناس دي بتعيش في متوسط الأعمار فقط 100 سنة. متوسط أعمارهم 100 سنة بكامل صحتهم بدون أي أمراض. يعني مش 100 سنة وماشي على عكاز، لا 100 سنة وبيبذل مجهود وقوة كأنه عنده 40 سنة كراجل. والستات عندهم بتخلف لحد 70 سنة. المقصود بالموضوع ده ايه؟ المقصود بالموضوع ده ان لازم نرجع للطبيعة، لازم نرجع للأكل الصحي، لازم نشوف احنا بنحط في بطننا ايه، بناكل ايه، علشان ده اكيد هيرجع يأثر على صحتنا قدام، على بشرتنا، على قوتنا، على تركيزنا. كل ده هيخليك تبقى شخص مختلف وصحتك كويسة. خلاصة الحلقة كلها ان الصيام المتقطع من الحاجات الهيلثي جدا ومن الحاجات الصحية جدا اللي اي حد ممكن يعملها. الاكل الصحي الغني بالخضروات الطبيعية، بالفيتامينز، بالحاجات اللي ربنا خلقها طبيعية، هي دي احسن حاجة ممكن تعملها. طبعا في ابحاث كتير بتتكلم عن اللبن واضرار اللبن والكلام ده، بس انا برضو بحط فكرة ان الحاجات طبيعية. الحيوانات اللي بتتغذى على الاعشاب الطبيعية اللي هي برضو ما فيهاش كيماويات، ما فيهاش اي حاجة، ما بياخدوش مضادات حيوية، ده اكيد كله بيأثر في ان انت لما بتيجي تتغذى على الحاجات دي، سواء بتاخد اللبن بتاعها او بتاخد اللحمة بتاعتها وتاكلها، اكيد تأثيرها ما بيكونش زي الحاجات اللي احنا بناكلها دلوقتي اللي هي معدلة وراثيا، والبقر في مزارع ما بيرعاش رعي طبيعي، بياكل اعلاف صناعية. كل الكلام ده بيأثر. لان انا قررت اعمل النظام الغذائي ده وامشي عليه 3-4 شهور واجربه بنفسي فعليا. انا بحب كل فتره اغير النظام الغذائي بتاعي، فهجرب النظام ده واقول لكم هو عامل ازاي وممكن يفيدني في ايه. وكمان عايز اقول لكم ان مفيش حاجه اسمها ان انت تستسلم لوزنك وان انت تفشل في ان انت تغير اللايف ستايل بتاعتك. انا شايف ان انت دايما او ان انتم دايما عندكم فرصه ان انتم تغيروا من نفسكم وان انتم تحسنوا من صحتكم باستمرار، لان دي اكيد احسن نعمه ربنا بيكون مديها للانسان. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. كل سنه وانتم طيبين قبل رمضان. ان شاء الله هجهز لكم حلقات كويسه في رمضان بخصوص حلقات اللمه الحلوه. يا ريت يا جماعه اي حد من الجمهور حابب يشارك معانا في الحلقات يتابعنا على الايميل تحت او في الديسكريبشن بوكس، او يبعت لنا في الكومنتس واحنا هنتواصل معاه علشان يحضر معانا اللمه الحلوه. حلقات حلوه جدا ومميزه، وهيكون فيها خروجات، وهيكون فيها الناس اللي انتوا بتحبوهم عشان تتجمعوا معاهم، وخصوصا في رمضان. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم واستفدتوا بمعلومات، ويا ريت ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. معظم الناس بتشوف الحلقات وما بتعملش لايك وشير وسبسكرايب. شكرا جدا وشرفتوني. سلام.